السلام عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم في الخطوة الثالثة من إنشاء قناة مربحة على اليوتيوب. وصلنا الآن إلى الفيديو الثالث أو الخطوة الثالثة لإنشاء قناة. هذا الفيديو إن شاء الله سيتضمن عمل أو إنشاء غلاف ولوجو للقناة. أول خطوة سنقوم بها أعزائي الكرام هو الذهاب إلى متصفح جوجل ونكتب كانفا. سنقوم بإنشاء اللوجو الخاص بنا وصورة الغلاف عن طريق هذا البرنامج كانفا. نعم، ستظهر لنا هذه الأيقونة الخاصة بكانفا هكذا. ثم نقوم بالدخول مباشرة أو الضغط على الضغط على هذه الرسالة Continue en tant que جلال، يعني سنقوم بالمتابعة بهذا الجيميل الخاص بنا الذي أنشأنا من خلاله القناة. سنقوم هكذا، نختار العربية. نعم، ثم نقوم بالتأكيد عليه. نعم، لقد أكدنا الآن. نعم، سنختار مثلا تلميذ University ليسي، نختار المدرسة التي نرتاد. نعم، اختار أنت العمل الذي يخصك أو العمل الذي تقوم به. نعم، إنيوغي إيتاب. المهم نتخطى تلك المرحلة. هنيئا، لقد فتحنا متصفح أو برنامج كانفا عن طريق الجيميل الذي أنشأنا من خلاله القناة الخاصة بنا على يوتيوب. نعم أعزائي، سنذهب هنا مباشرة. سنكتب هنا إنشاء لوجو أو نكتب فقط لوجو هكذا، لوجو. ثم لوجو، مثلا لوجو، نكتب يوتيوب أمامها. نذهب مباشرة إلى لوجو دشين يوتيوب هكذا. نعم، ثم نختار قالب من القوالب الموجودة هنا. اختر أنت القالب الذي تريد. نعم، هكذا اختار القالب الذي تريد. الأهم أن يكون غير مدفوع، أن يكون فري. سنقوم باختيار هذا مثلا، ثم نعدل عليه. نعم، هذا هو القالب. هنا نختار اللون الذي نريد. مثلا فنختار هذا اللون مثلا. نعم، اخترنا هذا اللون، ثم نضغط فقط على هذا، ثم هذا. سنكتب مثلا الاسم الذي قمنا باختياره سابقا. أنا سأكتب مثلا فادي، وهو اسم قناتي. نعم، سأقوم بتغيير الخلفية وأضعها سوداء، لأني سأحتاج اللوغو في تصميم الغلاف. نعم، هكذا أجمل. أنتم تعدلون كيف تشاءون. ثم نقوم بمشاركة هكذا، ثم نقوم بتحميل على شكل PNG هكذا، ثم نقوم بالتحميل. الآن تحمل. نعم، سنرجع. نعم، رجعنا للواجهة هكذا. نعم، لقد رجعنا للواجهة بعد أن صممنا اللوجو الخاص بقناتنا. ثم نذهب إلى هنا هذا المكان الذي سنضع فيه المقاس الخاص أو المقاس. وهنا سأضع 2560 ثم 1440. هذا المقاس هو المقاس المطلوب من شركة جوجل لوضع غلافات القناة، لوضع غلاف القناة. سنتركه هكذا بالفرنسية. ثم نذهب إلى جوجل بكتابة مقاس صورة الغلاف يوتيوب هكذا، ثم نضغط للتحميل. سنحمل هذه الصورة. نعم، حفظ الصورة باسم.
مقاس غلاف يوتيوب. نعم، نقوم هكذا، ثم نرجع مباشرة إلى هنا ونقوم بتحميل ما قمنا بتحميله من جوجل. نعم، تنبوفتي دي فيشي، نذهب إلى التحميلات ثم نضغط هنا وها هي الصورة معنا. نعم، بعد أن حملنا هذا المقاس وحملنا اللوغو الخاص بنا الذي قمنا بإنشائه، سنضغط هنا على هذا المقاس ثم نضغط على هذه النقاط ثم نقوم بالضغط على 3 نقط هكذا، ثم نقوم بإضافة مربع هكذا، ثم نقوم هكذا بجره، ثم نقوم بجره مرة أخرى، ثم نذهب هنا إلى 3 نقاط، ثم نقوم بجر هذا السهم قليلا ليتبين معنا المقاس الذي نقوم بناء الغلاف على أساسه. هكذا سنقوم بعد أن حملنا هذه الصورة الخاصة بنا أو اللوجو الخاص بنا، سنقوم بوضعه على الغلاف هكذا. نعم، قوموا بتصغيره قليلا، عفوا من هنا، أقص هكذا هكذا. نحرص على أن لا نخرج على الإطار، ثم نقوم بتحميل صورة خاصة بنا. مثلا سنقوم بتحميل صورة خاصة بنا، نضعها في الغلاف. نعم، مثلا هذه الصورة هي صورتنا، سنقوم بتحميلها هكذا. يعني هي الصورة مبينة معنا، ننتظر قليلا لنضعها هنا. نعم، نقوم بإضافة هذه الصورة هكذا، ثم نقوم بتصغيرها قليلا، ثم نضعها هنا، نقص منها هنا قليلا. نعم، هكذا، ثم نقص منها هنا. نعم. نعم، أهم شيء هو المقاس، وأنت تبدع كيف تشاء ولا تخرج عن الإطار المخصص أو المقاسات. نعم، هذا هو المقاس هكذا. نعم، ثم نكتب شيء بالعربية، نذهب هنا مثلا هكذا ونكتب مثلا بالعربية، نكتب هكذا، لنختار العربية، قوالب من قوالب العربية مثلا، ثم نقوم بزيادة الحجم، ثم نكتب ننقص من هذه قليلا. نعم، هكذا، ثم نكتب شيء بالعربية. نعم، مثلا للتوضيح فقط، مثلا مرحبا بكم في قناتنا. نقوم بتصغير هذا قليلا هكذا، ثم بجره هكذا، ثم هكذا، ثم نقوم هكذا. نعم، نضبط هذا هنا، ثم نضغط يا مرحبا بكم في قناتنا، ثم هنا نغير لون الحروف، نختار اللون مثلا اللون الأصفر، ثم نكتب بالفرنسية مثلا
ajouter un titre. أكتب بالفرنسية فادي، عفوا نحول إلى الفرنسية، ثم نكتب فادي هكذا. ثم نختار صورة من الصور التي تعبر عن ما نقوم به في قناتنا. مثلا إذا كنا نقوم مثلا كان محتوى قناتنا هو الطبخ، نكتب شيء هنا عن الطبخ، أو نختار صورة من صور الطبخ، مثلا أكلة من الأكلات أو شيء من هذا القبيل، أو آه مثلا صورة لمطبخ. مثلا نذهب مثلا هنا إلى جوجل، ثم نكتب بيكسل، إلى بيكسل هكذا، ثم نذهب هنا نختار صورة ليس عليها حقوق، ثم نكتب مثلا مطبخ. هنا يقول لي لابد من التسجيل معنا، سنقوم continue، ثم نختار الشيء الذي نريده، مثلا كيتشن، صورة لمطبخ. نأخذ الصورة التي تعجبنا ليس عليها أي حقوق، مثلا فوق مثلا ليس عليها أي حق. نختار هذه الصورة، ربما صورة جميلة، هذه صورة جميلة. نعم، الصورة الآن تحمل، ثم نرجع إلى هنا ونذهب إلى importer أو التحميل، ثم نذهب إلى importer des fichiers، ونذهب هنا إلى الصورة المحملة، ثم نضغط عليها هكذا لنقوم بتحميلها على البرنامج، ثم نضغط عليها هكذا لنضعها هنا، ثم نقوم بتصغيرها قليلا هكذا، ثم نضعها هنا هكذا. نعم هكذا. هنا نجرب هذا، ثم نعم هكذا، ثم نقوم بمسح هذه الصورة هكذا، ثم نقوم هكذا، ثم نقوم هكذا لنضع هذه الصورة كغلاف. واو، نعم، هيا الآن صممنا غلاف. نعم، أولا نقوم بتحميل صورة اللوغو الخاص بنا هكذا، ثم نضع اللوغو الخاص بنا هكذا، ثم هكذا. الآن قمنا بوضع اللوغو، ثم قوم بالتحميل من هنا، ثم نختار اللوغو الذي نختار الغلاف الذي قمنا بتصميمه، ثم نضغط هنا هكذا. نعم، ثم نقوم بالضغط نعم هكذا، ثم نقوم بالضغط على نشر أو بيبلي، هكذا، ثم نضغط على بيبلي أو نشر هكذا. نعم، ثم نقوم بالضغط على أفيشي لاشين هكذا، أو إظهار القناة. هيا الآن قناتك، وغلافها غلاف احترافي يتضمن صورة لك وصورة معبرة لمحتواك الذي تقدمه على اليوتيوب، ثم لوغو خاص بك في القناة. هكذا بحول الله قمنا بإنهاء ما وعدناكم به، ثم سنقوم بتوزيعكم إن شاء الله. لا تنسوا الضغط على الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.